جابنا أخي الحرب هذا متمردين علينا من لقيوه نصعوه، من لقيوه رموه، من لقيوه خبطوه، من لقيوه شلوه، من لقيوه شلوا بيته. يعني متمردين ملاعين ذولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين ذولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين. وذا الحين الحمد لله احنا نزحنا لا قحزة، احنا نازحين في قحزة، شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا، ضربوا عيالنا، خلوا ابني يرحم الله، أبوه واحد منهم، أبوه واحد منهم. قتلوا أوله هاشمية، قتلوها عند الطاحن في نص السوق، وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى ندفنه وما رضوا يخلونا ندفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء. بعدين دفناه في مزرعة قات غصب، الناس كلهم مستلببين لو ما دفلوه، من لقاه يبغى ينقصه. وقتلوا واحد هو من عندهم يعني من دولة المتمردين، هو ساكن بينهم عند المستشفى، حمو الصلاح واسمه اللهم صل على رسول الله ابن دردح قتلوه تنقلصوا له. وابن قاسم محمد لا اللهم صل على رسول الله حميد قليل. يعني ناس خيرات ولا خلوا واحد ما جرحوه وما قتلوه. نساء قتلوا 3 عندنا. منهم قتلوا واحدة هاشمية وبنت عبد الله اللي بيقولوا هم مدري وش اسمه من هجر، وبنته في مسكينة بايعة قتلوها كذيه ما بذنبها ما لا طفلة. وأطفال جرحوهم، طفل والله نحن نشتي نروح ننتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخوه ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذيه. ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه، حالته حالة بلا عند جدته اللي بازيله، قنصوه كذا بين البيوت. يعني ناس خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلعوا ما هو يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم، طلعوا يذبحوه كذا يحطوا رقبه عنده ذبح وهو مصلي مسكين. وكم يا ناس في زوجهم ذا الحين يعني متعة تمتعوا بهم، قالوا ما هو حرام والمتعة حرام. في ناس يعني ذيه بايموت بكرة وصابها ابتياك سادم الذيه قال انه ياخذها بدله، وراحوا على ابوها يضربوا غصبا ولا يقتلوه ويتزوجها غصبا بالصميم اللي يملك بها. وفي ناس يزوجوهم اهلها بنت 13 بنت 11، يعني قالوا ما هو حرام. في ناس يعني بدوا لهم بنات في الجبال، بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور، قالوا ما عاد عليهم شيء أثام إنهم جاهدين في سبيل الله. وين ذا جهاد؟ هذا جهاد؟ لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر، لا في جهاد ولا في شيء. هم حلفونا، هم جايوا علينا ذاك النهار، هجموا علينا واختينا ومرة الرجال هذا وإحنا في بيتنا، جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم؟ قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد، عندنا ذولي الأطفال عياله، إحنا نزلنا لدواننا. بعدين جاء يحوضوا علينا البيت كامل، يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم زد مغضى خيره. قالوا يلا نحن نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين، أعوذ بالله من هذاك اليمين، يعني ما هو يمين في الدين ذا، ما هو يمين لا في قرآن ولا في كتاب الله ولا في شيء. كيف هذا يمين أعوذ بالله، يمين حسبنا الله ورفيقنا، ما قدرت إن أتحاكى به الصدق هذاك ما شفته ذاك اليمين. حلفنا لهم بهذا اليمين إن ما عندنا إنسان ولا عندنا مخلوق، ما بلنا واختي نبغى ملابسنا نبغى دواننا ما خلوا لنا له حاجة، جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها، استلموا بيتنا هبوه ذا الحين مجلس الثقافة منزل الثقافة ومعنا دوان فيه ومعنا كل حاجة، ولا خلونا نخرج أي حاجة منه، ما رضوا يخلونا ولا عن نداور في ذا. عندما حلفوكم هم وضعوا الملزمة به كيف؟ طرحوا الملزمة طرحوه يعني قال ما فتحنا الباب، ما هو قالوا لا نفتح الباب إنهم عيب وأثام ومنع البنات من دخول المدارس، منع البنات من دخول الأسواق، منع البنات من يعني مراحة مواصلة عند صحباتها عند أهلها. ألا واحدة نزوج قالوا خلاص لا عاد ترى أبوها ولا عاد تشوف أمها ولا عاد تشوف أخوها ولا عاد حتى صهرها ولا أي مخلوق، حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفه، تجلس في بيتها وبس. هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنة مخالفين الشرع. أطالب الدولة لها بالنصر، إن الله ينصرهم ويوفقهم ويحفظهم من كل شر ويعينهم وينفعهم على المتمردين هذولا ويستر عليهم ويحاج عليهم هم الرئيس حقنا، وادعيهم بالنصر جميعا.